السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن صحة وراحة بال يا رب. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وراحة بال يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي كده. معلش انا عارفة ان انا مقصرة معاكم والله خالص خالص في الفيديوهات وفي كل حاجة يعني، بس اعذروا اختكم. ان شاء الله فيديو النهارده لذيذ وخفيف كده، حلو كده ان شاء الله. نعمل النهارده طاجن رز معمر، ان شاء الله يبقى طاجن رز معمر فل الفل. وهعمل ان شاء الله صينيه وراك بالبطاطس. ماشي. بس قبل اي حاجه الله يكرمك، اول ما تشوفيني حطي لي اللايك بس. واللهم صل على سيدنا محمد، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل علشان كل فيديو ينزل تشوفوه ان شاء الله باذن الله. وربنا يبارك لي فيكم وما تحرمش منكم ابدا، ويجعله يا رب في ميزان حسناتكم. بصوا النهارده رحت جبت، بصوا استنى هوريكم حاجه. بصوا جبت الوراك عندنا يا جماعه ب 110. الوراك عندنا ب 110 والفراخ بقت ب 84 جنيه بعد ما كانت كيلو الفراخ عامل 65 ووصل 70 وفضل شويه كتار على ال70. هوبا اول السنه راح طلع ل 80 جنيه. دلوقتي النهارده يوم الخميس اهو عامل 84 جنيه. فمش عارفين بقى هيوصل تاني لحد فين والدنيا هتبقى ماشيه ازاي. المهم خلينا في فيديوهنا النهارده في فيديوهنا. بصوا ان شاء الله النهارده يبقى فيديو حلو. بس بالله عليك ما تنسوش في اللايك، ماشي؟ استنيني بقى. بصوا بقى يا حبايبي انا جبت الوراك دي النهارده، فايه نشوفها. يعني ما شاء الله حجمها مش وحش، حجمها كويس خالص يعني ما شاء الله. بس فهنضفها وهظبط عليها، يعني هروق عليها ان شاء الله. بصوا يا بنات، انا بشيل اللي هي حته الكبده اللي بتبقى موجوده هنا دي. انا بشيلها، بحسها ان هي بتزفر كده الفراخ، يعني الشوربه او اي حاجه يعني اللي انا بعملها بحسها ان هي بتزفرها يعني، فبشيلها يا جماعه. بعد ما الصلصه بقى اتسبكت بكل الحاجات الجميله اللي فيها دي، تتبليها بقى ملح وفلفل كمون كزبره اللي حضرتك عايزه تحطيه بقى. ماشي. هنزل الفراخ الاول. بصي بقى هتنزلي هنا بالايه، بقطع الفراخ. يعني انت بعد كده بس يا فريده هتنزلي هتحطيها في الفرن. ماشي اهو. تاخد بس على الجنب اللي هو ايه، عشان ما اطولش عليكي الفيديو هقفل وتشوفيها بقى في الاخر. بس هنا بقى ايه، حطيت البطاطس. باخد بس كده ايه ركن واقوم نازله بيها، وبعد كده احطها بقى في الفرن. البطاطس كده مش هتاخد وقت، يمكن 10 دقايق ولا حاجه تكون هي خدت الوش الكويس والوش الحلو المحروق اللي بيبقى جميل ده اهو. ماشي. وبعد كده بقى ايه نشوفها مع بعضينا. بس وهنا ما شاء الله تبارك الله طلعت الرز المعمر، اللهم بارك علينا. جربته من هنا كده علشان خاطر اشوف استوى ولا لا، فاللهم لك الحمد يعني مستوي وما شاء الله عليه، اللهم بارك يا رب. بصوا يا جماعه من الجنب هنا حاجه كده بسم الله ما شاء الله عليه، مستوي وزي العسل. فان شاء الله كده ده كان اكلنا النهارده يعني، ان شاء الله يعني يعجبكم باذن الله.